السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسماء نحراوي. النهاردة إن شاء الله هعمل سبانخ. بصلاية على النار كده، قصدي بصلاية، قصدي بشرتها كده، بحطها على النار يدوبك بصفرها. وبحضر بقى الصلصة جنبي اللي هي الطماطم يعني. بصي، هي بتبقى نية في نية حلوة، يعني أي طبيخ بيبقى في نية في نية حلو. بصراحة أنا مجربتش السبانخ هعملها نية في نية. فبصفر لها البصلة كده. وبعد كده بحط الطماطم. هي ما فيهاش يعني اي حاجه، زي اي طبيخ عادي. بس يا سلام بقى لو حطيتي حبه، اللي هي يعني واحده حبهان او اتنين، عشان تبقي عارفه عددهم، عشان تشيليهم، عشان بيبقى طعمهم بعد كده مش حلو لو حد كلها يعني. ومعايا هنا بقى كزبره، وده نص سبانخ. الصراحه بيبقى طعمها جميل يعني. انا مش بعمله على طول، بس طبعا التغيير في الاكل مطلوب. وساعات يعني اما تقعدي تعملي حاجه كذا مره بتزهقي. فنوعي في الاكل، مره مثلا يعني سبانخ، مره حسب بقى الحاجة الاكلات انتوا بتحبوها. فنوعي. بصي بابا خرطهم كده بالمقص. المقص اريح لي من السكينه صراحه. انا يعني لو انت بتعرفي بقى تتحكمي في السكينه عادي، انا ساعات بعمل بيها. بس انا عندي يعني حسيت ان المقص اسرع واحلى. وبعدين لما بلاقي بقى مثلا حتى حاجه وقعت مني كبيره وكده، باخدها بعيد عليها بالمقص عادي. بس ده مقص معمول للاكل يعني. معمول الاكل بفتح مثلا بيه، زي مثلا كيس سكر، مش عارفه كده يعني. مش بتعمل باي حاجه تانية غير كده. بصي زي ما بقولك، اي حاجه بقى وقعت باخدها اعملها. باخدها يعني اقطعها تاني. انا بحبها جدا السبانخ صراحه، بحب اكلها كده بطبق كده بالمعلقه. قولي بقى مين بيحبها زي كده. واسمع ان هي مفيده يعني برضو. هو اي طبيخ مفيد صراحه. بس انا ماليش في الطبخ كتير يعني. بصي بقطعها بقى اهو. وبعد كده ممكن تغسليها قبل ما تقطعيها، بس انا اي خضره بحب اقطعها الاول. ما بعرفش يعني اغسلها واجي اقطعها تبقى فيها ميه والكلام ده، لا. بحب بقى ان انا اغسلها وبعدين بحطها في مصفى وكده، وبتتغسل كويس يعني، حتى لو فيها طينه ولا اي حاجه متقلقيش يعني. انا بعد ما اخلصها هحط عليها ميه في البوله دي كده يعني. وهمشي ايدي فيها بقى ان هي اي فيها اي حاجه فيها تبوش. وبعد كده احطها في المصفى. لو انت بقى مثلا جايباها من بدري، انت ممكن تنضفيها وتغسليها وتسيبيها مثلا تتهوى كده شويه، بعد كده تخرطيها او تخرطيها مبلوله عادي، مش هتقول لا يعني. بس انا ما بعرفش يعني. انا بحب اخرط الحاجه وهي ناشفه كده، وبعد كده اغسلها. في بيقولك ان فوائدها بتنزل مع الميه، ان كان مثلا اي خضره يعني. بس ما اعرفش صراحه يعني. انا بتكل على الله بقى وبعملها كده. انا الفيديو ده مسرعاه كله، اللي هي ما فيهاش اصلا يعني هي عمايل افتكاسات ولا حاجة. هي زي اي حد ما بيعملها. بس انا منزله الفيديو ان هو يعني فيديو ان انا انزله على القناه، عشان خاطر انا مش فاضيه الايام دي اعمل اعاده تدوير. تاني حاجه بقى، في بنات ما بتعرفش يعني، مش شرط يعني زي البنات لسه مثلا متجوزه ما جربتهاش قبل كده. إيه عادي يعني. اكيد احنا كلنا مش مولودين بنعرف نعمل كل حاجه. بنتعلم من ده، بنتعلم من ده مثلا. حد ما جربش اي اكله، مش شرط سبانخ، يجيبها مثلا من على النت يعملها. بس يعني. بصي بقى باخدها اخرطها كده، اعيد عليها تاني. وبنضف حواليها اول باول. اهي بحط عليها بقى الميه كده. إيه بحط عليها الميه كده وببوشها بقى يعني لو فيها اي حاجه مثلا رمله ولا حاجه.
ما حبيتش ان أنا يعني اكبها كلها في المصفى، عشان ايه؟ قلت كده احسن يعني. بصي بقى المية بتاعتها بيبقى يعني طينة برضو على خضار ومش عارفة ايه كده، فبيقولوا ان يعني فوائدها كده بتخسريها، بس انا لا عادي يعني. ما بصي بقى برش عليها تاني كده، المية بتاعتها ما شاء الله ابيضت خالص. بصي المصفى دي ما شاء الله في الحوض يعني متستغنيش عنها، ما بتخليش حاجة تنزل في الحوض وتسده بقى وبواقي اكل والكلام ده، لا. بس كده. وبصي اعملي شغلك بالترتيب. يعني الاول مثلا خرطي البصله وسيبها تتسبك مع الطماطم، عبال عشان تستبك، عبال انتي متخرطي دي وتصفى شويه. بصي انا بحطها بقى كده، مش هحط ميه على طول، انا هسيبهم يعني يستبكوا مع بعض شويه كده، والسبانخ تدبل. وبعد ما تدبل السبانخ هحط لها ميه. هي الطماطم مش حمرا قوي، بس يعني ايه اما تغلي وكده هتبقى كويسه في الاخر. بس بقى وبنضف عبال هي ما بتدبل في الميه وكده، سوري، عبال ما تدبل في التسبيكه وكده، بكون انا برضو ايه نضفت اي حاجه استخدمتها. اهي بصي انا لسه ما حطيتش فيها الميه، هي لسه هي بتنزل ميتها وكده، بقعد اقلب فيها من وقت للتاني. وبغسل الرز، يعني خلي شغلك، اي شغل تعمليه يبقى مترتب، ايه الاول، ويعني الاولويات ايه الاول وبعد كده التاني. متعمليش كده وخلاص يعني، هتحسي ان انتي بتاخدي وقت ومجهود على الفاضي. لكن انتي ما تعملي حاجه وتسيبيها مثلا تتحضر، وبعد كده تروحي عامله مثلا المرحله التانية مش عارفه ايه، وتلاقي خلصتي كل حاجه مع بعض. إيه زي مثلا أنا كده حطيت الميه اهي تستبك فيها، هي طبعا مش بتحتاج طياب قوي يعني، بس تحطي ميه تغلي غلوتين كده. وبعد كده بحط لها فص توم كده، بقليه على النار وبحطه لها. إيه هنا بقى هحط هعمل رز حبايه حبايه عادي. على فكره انا مش بكتر زيت في اي حاجه، يعني بحب احط ايه، مش بستعمل زيت كتير يعني، في القانونة كده يا دوبك اعمل بيه الحاجه خلاص. إيه وبحب اعمل بمضرب البيت ده، عشان الرز لما بيجي بيتحمر بيكلكع في بعضه. لا، المضرب البيت مخلوش يكلكع في بعضه ما شاء الله، بيخلي كل حبايه برضو مستقله بنفسها كده. وحتى لما بيكلكع في النص كده هو بس بيخليه هو يفرد بسرعه، عكس المعلقه يعني وكده. بصي بقى لما بيكلكع بقعد اتك عليه بمضرب البيت كده، بيتفك بسرعه. وكمان بيخلي يعني طبعا عشان انتي بتقعدي فيه كده، كل حبايه يعني بتبقى متحمر كله لون واحد، مش مثلا واحده حمرا عن التانية، لا. ما شاء الله الرز هيبقى مفلفل، هتشوفيه في الاخر. إيه بصي بقى بحطه كده وبقعد اقلبه بقعد اقلبه قلبتين تلاتة كده. المهم يعني ان انا اشوحه في الزيت، اخليه الحبات ذات نفسها تتغلف بالزيت. مش بحط العيار المية بقى اللي هو ايه قد مثلا الرز، مش بعرف العيار ده اللي هو مثلا كوبايتين رز عليهم مثلا كوبايه ونص ميه او كوبايتين ميه، ما بعرفش كده. انا بحط الميه لحد اول بق المعلقه كده، كده بيبقى يعني مظبوط.
ما شاء الله مهما تكون كمية ايه، بتحطي المية وتقلبيه كويس، وبعد كده تحطي ايه العيار ده ماما ربنا يديها الصحة يا رب، هي اللي علمتهوني. احنا عندنا بنعمله كده، وما شاء الله دايما الرز يبقى ما شاء الله حلو. بصي لحد ايه بق المعلقة بس كده بيبقى المية، يعني بتقعدي تقلبيه وتسويه كده، وتحطي ايدك على الوش من فوق على وش الرز. هنا بقى التوم، يعني فص التوم اللي انا ايه، اللي انا قلتلك انا اشوحه وهحطه بعد هي ما تاكلي. بس كده وكده خلاص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه، ومش مشتركين فعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم اي فيديو انزله. بصي بقى بصي مفلفل ازاي ما شاء الله.